مين انت لا تتجرأ وتجي على محلنا؟ أنا عدو إيرسوي أولوبي، وأنتوا أعداؤه كمان. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكل الكفار هن أعدائنا. إذا أنت عم تحكي هيك أنا بقول لك الآية كلها مشان تسمعها. الآية 44 من سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. انت بتعرف الآية، إرسوي ما بيعرفها. الفرق بيناتكم بالنسبة إلي هو الفرق بين الكافر والمنافق. لك انت شو؟ مين اللي بيعرفوا الآية وبيعرفوها؟ هي الآية بتخاطب الحكام وبتخاطب المحكومين، بتخاطب كل واحد لوحده. انت من اي آية؟ من اي آية بتاخذ حق قتل الناس بدون اي سبب؟ آخرة هذا الحديث مو منيحة، خلينا نفوت. انا جاي لهون لاحكي معكم مثل الناس. وقف، عم بيقول لا تفوتوا. معقول الشفرة طويلة كل هالقد؟ لما بيعلقوه بالحبل لا سمح الله يا بيعيش 10 ثواني او ما بيعيش. مو 10 ثواني، 3 دقايق. ليش جيت لهون؟ ليش قتلت أخي؟ أنا رح فوت. لا أخي ما تفوت، الأمر يلي بيجينا بنلتزم فيه. انت منين بتعرف هدول؟ أنا تربيت بيناتهم لهدول. عم تشرح لي إلي؟ قبل ما أقول أنا رح نفوت ما منفوت. إيرسوي أولوبي قوص رجالك، وقوص كمان حارس معهم، وقوص معترف كمان. شو علاقتي؟ يقوص إرسوي على مين ما بده. لو رجالي عملوا اللي عليهم ما كان حدا قوصهم. انت بس اللي بأي موضوع اختلفتوا فيه مع بعض وبعدين اقتلوني. على الأقل بتقولوا بعدين قديش كان هالزلمة فضولي. شلون لقيت مكاننا؟ انت بالأول قلي وأنا بعدين بقول لك شلون. انت مجبور تقلي شلون. موضوع مصاري ما هيك؟ معناتها اتصل بإيرسوي وقل له اني بين ايديك وراح يعطيك مصاري كتير. ومين انت ليدفع إرسوي مصاري مشانك؟ انت بس قل له، واذا ما اعطاك بتقتلني كمان. انت شو بتخسر؟ انت ما بتعرف إرسوي ابدا، بس بما انك فضولي كتير راح اقول لك شغله قبل ما تموت. إرسوي مستعد انه يعطي روحه، ما مستعد